يبقى من 15 ل 25 سنة على الأقل، إن لم يكن يعني 50 سنة. مجموعة من القضايا المتنوعة المختلفة. كان في قتيلة في مصر الجديدة تم تقطيع جسدها أشلاء، تقطيع اليدين والساقين، جريمة بشعة اهتز لها المجتمع في مصر. وقتها طبعا كانت قضية أيضا سوزان تميم، مقتل سوزان تميم، واهتمام السلطات المصرية ثم القضاء المصري بهذه القضية، ولأنه المتهم بالقتل يعني يحمل الجنسية الإماراتية، رفع شعار دم فاتن ليس أقل من دم سوزان تميم. الجريمة بشعة جدا. اليوم حكم على المتهم بالقتل اللي قتلها، ويعني وزع أجزاء جسمها أشلاء بهذا الشكل البشع اللي هتسمعوه، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما. شاهدوا ملخصا للقضية وبعدين نقول لكم تفاصيل الحكم. الناس غلابه، احنا مش سوزان تميمه ولا طلعت بمصطفى ولا الناس دي عشان تجري الاجراءات بتاعتها بسرعه. لا، احنا ناس غلابه محدش هيسال فينا. نتيجه خفيه اصلا ورا القضيه، اصلا بتنام القضيه وبتموتها. ثبت بتقرير الطب الشرعي انه باجراء الكشف الظاهري والصفه التشريحيه على جثه المتوفاه انها مفصوله الراس عند مستوى اسفل العنق، يعني في الحته دي الرقبه كلها مقطوعه، الرقبه مقطوعه خالص تماما. ودي اترمت في كيس، اتلفت في كيس زباله واترمت لوحدها، وطبعا كانت موجوده في غرفه الخمامه اللي حضرتك واضح انهم حلقوا لها شعرها، وحلقوا لها شعرها لتغيير معالم الشكل. مستوى اسفل العنق ومفصوله الطرفين العلويين عند مستوى اعلى العضدين، ومفصوله الطرف السفلى الايسر عند مستوى اعلى الفخذ. وتوجد محاوله غير كامنه بفصل الطرف السفلى الايمن عن مستوى من الرجل للفخذ. لا يعني هو قطع الايد، وقطع الايد الثانيه، وقطع الساق والساق الثانيه. وكانوا عايزين يفصلوا من هنا من الرجل للفخذ الحته دي. طبعا العظمه اللي هنا عظمه ناشفه، صعب انها تتفصل. طبعا الجريمه بهذا انا لسه ما كملتش. وتوجد محاوله غير كمان فصل الطرف السفلى الايمن عند مستوى اعلى الفخذ، وجميع الجروح المجراه لفصل الاجزاء الموصوفه لا يوجد بالجلد او الانسجه الداخليه بها اي تغيير. الاغرب من كده بقى يا استاذ وائل، شوف الحته اللي انا بقول فيها ان الجريمه وراها اكتر من مشتبه، وده الدافع اللي خلانا نتقدم للنائب العام بفتح باب التحقيق تاني علشان يبقى في اكتر من متهم في هذه القضيه. اصل لا يمكن يكون قاتل واحد يقطع في جسم بالشكل ده، وتم في وقت قياسي، وتم في وقت لا يتعدى 3 ساعات او 4 ساعات. صورنا غرفه القمامه اللي عثر فيها على راس القتيله فاتن بدون أجزاء الجسم. طبعا كان فيها كمان أشلاء الجثة كانت متناثرة. مش أقل من سوزان تميمة اللي هي لبنانية. المتهم مساوي ابراهيم السوكسو. قدم هنا، هاته هنا، قدم هنا. لا ما تطلعوش، خليه زي ما هو.
سألت المتهم عن اسمه. اسمك ايه؟ سنك كام سنة؟ العمل طالب فين؟ التجارة جامعة عين شمس. ومقيم فين؟ تبع شارع السعادة. انت قتلت الست دي؟ المحامي حاول يستفزنا عشان يطلعونا بره القاعه عشان ما نحضرش، بس احنا ما ادينالوش الفرصه دي. بيقول كلام على اختي بيضايقنا، وقال قدام بابا، يعني بيقول مثلا ان هي مش مراته، وبيقول ان هي جابت حد بعد ما هو سافر والكلام دوت، بس طبعا ده كله مش حقيقي. يعني انتظر الاعدام مش مؤبد. لا، مؤبد ده بياخدوا الحرامي ولا تاجر مخدرات. لا، الاعدام طبعا. ده مش موتها بس، موتها وقطعها ورمى راسها تحت في الزباله. يعني نزل من العماره بشنطه زباله فيها روس اختي ورماها تحت، وقطع رجلها وحطها في شنطه سفر، وقطع بقيه جسمها ناحيه في المطبخ وناحيه في الاوضه. يعني هو بيبين ان انا مش هاخد فيها حاجه. لا، ده ربنا كبير، ربنا كبير وهيجيب لها حقها. يعني رفعنا شعار دم فاتن ليس أقل من دم سوزان تميم. القضاء المصري حسم القضية منذ ساعات قليلة، وحكم اليوم على المتهم بالقتل أسامة السكسك. وأسامة هو إماراتي الجنسية، تم تسليمه من سوريا لأنه بعد إثارة القضية وبعد بدء المحاكمة وبعد قتلها يعني واضح أنه هرب إلى لبنان ومنها إلى سوريا. تم القبض عليه في سوريا وترحيله إلى مصر. حكم عليه منذ ساعات بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما لأنه قتلها ومزق جثتها، قطع اليدين ثم الساقين. محمد رضا شقيق القتيلة فاتن. محمد أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، اهلا وسهلا، منور الدنيا يا فندم. محمد، خاصة انت انه الدفاع كان اتهمك انت بقتلها، يعني قالوا انه والله ده اخوها قتلها لسوء سمعتها. فاليوم الحكم هل اعاد لكم الاعتبار؟ الحكم بالنسبة لكم عامل ازاي؟ والله يا فندم، هو الحكم بالنسبه لنا ده مش حكم عادل. هو الحكم اللي المفروض يعني ان ده يتعدل. انا واحد قتل وشنع في الجثه، قطعها، نزل وزعها في صناديق الزباله. يعني مش عارف، اشغال الشقه المؤبده دي باخدها تاجر مخدرات، ما باخدهاش راجل قاتل. طيب. لكن حضرتك انا بقى بالنسبه لي انا كاتهامي قدام الراي العام ان انا قتلت اختي وسرقتها، واللي حصل معايا وان انا خدوا مني تحاليل DNA وفيشوا ايديا، خدوا الفيش بتاعي من المعمل الجنائي وكتبوا في ورقي المتهم محمد رضا. فانا بالنسبه للكلام ده برضه انا مش هسكت، وبتجي ليك اعلاميا حضرتك يا استاذ وائل انك تقف جنبي وما تسيبنيش. انا هرفع دعوه رد شرف، لان انا دلوقتي اتدمرت حياتي كلها باكملها. الناس بقت تشوفني تخاف مني، ما هو ده اللي قتل اخوها، ده اللي قتل اخته، فالناس بقت تخاف مني. فانا برضه مش هسيب حقي. الحكم اللي حصل النهارده ده مش حكم عادل، ده حكم بياخده واحد تاجر مخدرات، واحد سارق. لكن الراجل اللي هو يقتل، يذبح ويقطع 8 حتت ويحط في اكياس وينزل يوزع وياخد تعبيده، ازاي ده مش كلام يعني خالص. خلينا نستند لحكم القضاء في النهايه يا محمد. اما فيما يتعلق بحقك في اعاده الاعتبار اليك سنقف بجانبك، خاصه انه يعني الحكم القضائي واضح وحاسم وحازم. من ناحيه ثانيه عايز اسالك بس، اهالي عائله المتهم هل كانت في المحكمه اليوم؟ كانت موجوده؟ لا، كانوا موجود الجارد بتاعهم بس اللي هم كانوا بيجيبوهم على طول معاهم، الجارد اللي هم كانوا بيجيبوهم، وكان موجود واحد من المحامين فقط لا غير.
هم اللي كانوا موجودين عشان خاطر يسمعوا القرار، لكن هم كانوا قاعدين في عربيه بره المحكمه خالص بعيد، لان هم كانوا خايفين يعني فاكرين ان احنا هنعمل حاجه، ما هم مش عارفين ان احنا ماشيين بالقانون زي ما الدوله قالت وزي ما حضرتك قلت هناخد حقنا بالقانون. هم مش عارفين حاجه زي كده، فجاب حوالي 10 جاردات معاه تخش وتطلع بيهم، فاللي كانوا موجودين في القاعه النهارده بس كان الجارد بتاعها والمحامي بس اللي كان موجود، لكن باقي المحامين اللي هو الاستاذ بقى ابو شقه والاستاذ لبيب معوض والاستاذ فادي الحبشي والله يرحمه بقى الاستاذ طلعت السادات اللي شال نعفيه، محدش منهم موجود خالص. طيب محمد رضا شقيق القتيلة فاتن ألف شكر. زي ما بقول تاني انه حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على المتهم بقتل فاتن، هي اشتهرت باسم قتيلة مصر الجديدة، ورفع شعار دم فاتن ليس اقل من دم سوزان تميم، على اعتبار ان سوزان تميم قتلت في دبي والمتهم بقتل فاتن هو اماراتي الجنسية. بعدها بدأ الاهتمام الكبير بالقضية فيما يتعلق بالمعاملة القانونية بالمثل، يعني فيما يتعلق أيضا بالحسم القانوني والقضائي. تم حسم القضية قانونيا منذ ساعات قليلة بالحكم الذي نوهت عنه. في الغردقة أيضا احتجاز رئيس المدينة وعدد كبير من الموظفين من قبل البعض. لماذا؟ مراسلنا إيهاب العجمي